رسميا الاهلي بيتغرم 60000 دولار وبيتمنع جمهوره ماتشين على ارضه. طبعا كل فرق افريقيا لما عملت شغب من اول مره ما خدوا غرامه بس ما توقفش جمهورهم، ولكن عشان النادي الاهلي ومقر الكاف واللام والميم هنفضل كل ما يدونا على عيننا نندب. اندب بقى، عايزين يقارنوا الازايز بسكينه المعجون والالات الحاده. طبعا فوز الاقرع والقصه دي بقى فانت فاهم بقى القرف. بره ولا مسكنة معجون. احنا نتوقف ماتشين ونتعاقب نفس عقوبتهم اللي كانت ماتشين برضه. هم مش رموا سكينة معجون ديت، المفروض يقفوا مثلا بتاع 6 7 ماتشات نحس بالفرق بين ازازة المية وسكينة المعجون. يا عالم يا ظلمة، منكم لله وحسب الله ونعم الوكيل. قالها الكاف مع الاهلي، واللي احنا بنتكلم فيه بقالنا اكتر من 10 ايام، واللي نقلته مواقع مغربية من 3 ايام تأكد اليوم وقبل قليل بشكل رسمي. دقيقة واحدة واسمعكم فيديو للتاريخ، وهوريكم ردود أفعال هستيرية من جمهور الأهلي المصري ومن الإعلام المصري بعد إعلان الكاف النهاردة العقوبات الخاصة بمباراة الأهلي والجيش الملكي المغربي بسبب ما حدث في هذه المباراة. الكاف النهاردة بيعلن معاقبة جمهور الأهلي ومنعه من الحضور مباراتين على استاد القاهرة الدولي وغرامة قدرها 60,000 دولار. تخيل معايا بعضا من الإعلام المصري المدلس النهاردة طالع وبيقول لك بأن العقوبة دي اللي أعملها واللي أعلن عنها فوز لقجة. فوز لقجة هو اللي بيدير كرة القدم في أفريقيا. فوز لقجة هو اللي بيجيب حكام لمنتخبات وأندية المغرب. سؤالي بقى للمدلسين اللي مش فاهمين أي حاجة، لما فوز لقجة بيعمل كل حاجة في قارة أفريقيا وهو اللي بيدير الاتحاد الأفريقي، قول لي ليه بقى المنتخب المغربي ما أخدش بطولة كأس أفريقيا واتسرق منه اللقب على أرضه ووسط جمهوره؟ قول له ليه بقى فوز لقجع ما قدرش يسحب اللقب من المنتخب السنغالي؟ قول لي ليه فوز لقجع ما عاقبش جمهور السنغال اللي تعدى بالضرب على الأمن المغربي، والكاف أعلن عن عقوبات على المنتخب المغربي أكتر من المنتخب السنغالي اللي اتسرق منه اللقب على أرضه وسط جمهوره؟ قولا واحدا، الدولة الوحيدة اللي بتتظلم في قارة أفريقيا من الكاف الأفريقي هي المغرب، واللي بتتجامل دائما وأبدا كلمة حق وهتزعل ناس كتير، مصر والجزائر. شوف معايا ردود الأفعال بالله عليك، وما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة. تابع الفيديو ده كامل وانتظرونا في النهاية. الاتحاد الافريقي بالمخالفة لائحته وبالمخالفة لتقرير مراقب المباراة اللي هو معينه، طلع قرار قبل قليل أبلغ به النادي الأهلي رسميا إنه الأهلي ممنوع من حضور جماهيره مباراتين في دوري الأبطال على أن تكون المباراة الثانية مع إيقاف التنفيذ. وغرم الأهلي 60,000 دولار، منهم 50,000 علشان الشغب وإلقاء الزجاجات في الملعب، و10,000 دولار عن الحركة السخيفة اللي بتحصل دايما من جماهير كتيرة وما شايف لهاش أي سبب، موضوع أشعة الليزر اللي بتتوجه على وجوه المنافسين أو الحكام في الملعب. منع وإيقاف جمهور النادي الأهلي لمدة ماتشين في دوري أبطال أفريقيا، يعني هتلعب مباراة الأهلي والترجي الجاية من غير جماهير في استاد القاهرة بسبب موضوع الزجاجات واللي حصل بين الأهلي والجيش الملكي. ظلم كبير جدا بيقع على جمهور النادي الأهلي. إدارة النادي الأهلي بتفرط في حقوقها كالعادة عشان احنا طيبين قوي، عشان احنا في المباراة الأولى ما اشتكيناش الجيش الملكي. ليه؟ عشان العلاقات، عشان احنا طيبين 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 بزيادة، وهم اشتكوا النادي الأهلي واشتكوا جمهور النادي الأهلي، وقفوا لك الجماهير لمدة ماتشين إيقاف في توازنات كبيره جدا وفي ظلم كبير جدا للنادي الاهلي. واتكلمت بكل التفاصيل عن الموضوع كامل على حلقه اليوتيوب، هتلاقي الفيديو موجود عندك في الستوري. اتكلمت عن ظلم جمهور النادي الاهلي، واتكلمت عن اداره النادي الاهلي، واتكلمت عن جماهيرنا كمان واستفدنا ايه من اللي احنا عملناه ده. لكن معلش انا عايز اقول حاجه واحده بس، انت ليه ما بتطبقش اللائحه؟ يعني اللائحه بتقول ان رمي الزجاجات سواء ازازه واحده سواء مليار ازازه الموضوع مش فارق، هي مش بالعدد اصلها. يعني ليه ما بتطبقش اللائحه اللي بتقول ان رمي الزجاجات معاها غرامه ماديه فقط، غرامه ماديه فلوس؟ الاهلي اتغرم 60,000 دولار، تمام، دي تمام، ما عنديش اي مشكله فيها. لكن انت ليه بتغرمني بايقاف ماتشات؟ انت ليه بتوقفني ماتشات واللائحه ما بتقولش كده؟ انت وقفت الجيش الملكي ماتشات لان الموضوع كان مختلف تماما، كان في رمي زجاجات، كان في رمي جسم معدني، سكينه معجون اترمت في الملعب، هي دي اللي وقفتك ماتشين مش ازايز الميه. كان في رمي كرات في الملعب،
وما كانش فيه رد فعل من جمهور النادي الاهلي هناك في المغرب. ما كانش فيه رد فعل بين جماهير النادي الاهلي بعد اللي حصل ده، عكس جمهور الجيش الملكي اللي كان هنا في القاهره، اللي هو اللي بدا الشغب اساسا، وحاولوا ينطوا في الملعب وحاولوا ينطوا على مقصوره النادي الاهلي. لا يقعد ماتشين في افريقيا من غير جمهور. في افريقيا ديت اللي هو هيبقى دور الثمانيه وماتش دور الاربعه، يعني احنا مش هنروح غير النهائي. يعني انت عشان تحضر ماتش للاهلي في افريقيا بتاع السنه دي مش هتروح غير في النهائي، في ماتش النهائي. ليه بقى؟ لان ماتش دور الثمانيه طبعا ماتشين، واحد بره وواحد هنا، مش هتحضره. ماتش دور الاربعه واحد بره وواحد هنا، مش هتحضره. هيبقى ماتش النهائي. الحمد لله ان احنا هنروح على النهائي. الكاب بيغرم الاهلي 60000 جنيه وبيمنع الجماهير من حضور مباراتين بسبب اللي حصل في ماتش الجيش الملكي. هو ايه اللي حصل في ماتش الجيش الملكي؟ انا مش فاهم. ده احنا كنا، ده كانت ازايز ميه، ده كانت ازايز ميه بس اللي بتترمي. انا مش فاهم والله، ازايز ميه وفي ازايز ميه فاضيه. انت بقى بتشوف لعيبه الجيش الملكي كانت الازازه بتيجي فيهم تحس ان هي خدت طلقه وتوفت الى رحمه الله. فده تمثيل يابا. هو انت بيخيل عليك التمثيل ده؟ هو الكاف فين من كل ده؟ طب الكاف ده كان فين لما كانوا معانا بره ورموا سكينه معجون؟ احنا نتوقف ماتشين ونتعاقب نفس عقوبتهم اللي كانت ماتشين برضه. هم مش رموا سكينه معجون ديت المفروض يقفوا مثلا بتاع 6 7 ماتشات نحس بالفرق بين ازازه الميه وسكينه المعجون؟ يا عالم يا ظلمه، منكم لله وحسب الله ونعم الوكيل. وتبا لاي حد بيقول الاهلي مدلل الكاف. ده الاهلي مدلل منطق عفاف. احلى مسا على الاداره النايمه، احلى مسا على الاداره الحنينه، احلى مسا على الاداره بتاعت الاخوه والوطن العربي. ده بتاع المناشير والصواريخ والبنزين والكلام ده كله وسكاكين المعجون ما تعجبوش كده. ده انا حذفت ازايز بس، حذفت ازايز بس يا جدعان. اتعاقب ليه ب$60,000 ويحرموني من جمهوري ويحرموا الاهلي من جمهوره؟ يعني انا مش فاهم بجد. يعني يا كابتن بيبو في 2018 لما خسرنا النهائي امام الترجي وما اتحركناش وما بعتناش لكل حته، لما جمهور الترجي هاجم اتوبيس الاهلي ما اتحركناش. وفي 2022 قصه الوداد لما قصه المباراتين واتجاوبوا وقصص حوارات كتيره كده، ورحنا لعبنا الماتش النهائي على. انا سمعكم دلوقتي حالا فيديو للتاريخ وهوريكم ردود افعال هستيرية من جمهور الاهلي المصري بعد اعلان الكاف معاقبة الاهلي المصري بسبب ما حدث من جمهوره في مباراته امام الجيش الملكي المغربي. وهرد على بعض من الاعلام المصري المدلس اللي طالع يقولك بان لقجة هو اللي بيدير كرة القدم في افريقيا. للناس بس اللي بتطلع طول الوقت بتتهم المغرب وفوز لقجع، هو شوية مدلسين. فوز لقجع لو هو اللي بيعمل العقوبات وفوز لقجع هو اللي بيدير في افريقيا وفوز لقجع هو اللي بيعين الحكام، قول لي انت بقى ليه المغرب ما فاز ببطولة كأس افريقيا واتظلم امام السنغال قدام فوز لقجع على ارضه ووسط جمهوري؟ قول له المنتخب المغربي او قول لي المنتخب المغربي ليه ما قدرش يفوز باللقب. طبعا احنا شفنا دلوقتي ردود الافعال والمصريين بيعترضوا على عقوبات الكاف وبيقول لك دي عقوبات ظالمة وعقوبات غير مستحقة. ما اللي حصل من جمهور الاهلي مش شوية، اللي حصل من جمهور الاهلي مع احترامي للجميع ولكن انا بقول بعضا من الجمهور هو بلطجة وقلة أدب. ده ملوش علاقة تماما بكرة القدم. ولما ده حصل مع جمهور الجيش الملكي أو لما عمل جمهور الجيش الملكي كده مع لعيبة الأهلي، طلعنا وقلنا خطأ جسيم. مش من حق أبدا أي جمهور إن هو يعمل كده أبدا، مش من حق أي جمهور إن هو يعمل كده، لأن ده مش مباراة أو ده مش أسلوب ودي مش مباريات كرة قدم. طلعنا وهاجمنا. ولكن النهارده لما انا اشوف الاهلاويه طالعين وبيعترضوا وبيتهموا فوزي لقجع، طب انا عايز اعرف بس ايه علاقه فوزي لقجع يا جماعه؟ هو كل ما تحصل مشكله تطلعوا تقولوا بان فوزي لقجع هو السبب؟ كل ما تحصل مشكله تطلعوا تقولوا بان فوزي لقجع هو السبب؟ ايه علاقه فوزي لقجع بعقوبات الكاف؟ ده سؤالي بس للمصريين، ايه علاقه فوزي لقجع بالعقوبات اللي أعلن عنها الكاف الأفريقي؟ ما هو للأسف اللي بيحصل ده يعني شيء غريب وعجيب. النهارده الكاف أعلن معاقبة جمهور الأهلي
مباراتين وغرامة 60,000 دولار. هل دي بالنسبة لكم عقوبة كارثية زي ما انتم ما بتقولوا؟ منع جمهور الأهلي مباراتين وعقوبة مالية 60,000 دولار على النادي الأهلي. فين بقى الكارثة في كده وفين الكولسة؟ وليه طول الوقت بتتهموا فوزي لقجع؟ أنا قلت لكم إيه في البداية؟ فوزي لقجع لو زي ما انتوا بتقولوا كده بالظبط هو اللي بيدير كرة القدم في أفريقيا، ما كان ادى اللقب للمنتخب المغربي، كان عاقب السنغال، كان سحب اللقب من السنغال. أكتر دولة بتتظلم في قارة أفريقيا من الكاف الأفريقي قولا واحدا بدون جدال أو نقاش المغرب. أنا عارف إن الكلام ده ممكن يزعل ناس كتير، ولكن دي حقيقة. أكتر دولة بتتظلم في القارة المغرب، وانتوا عارفين المغرب بتتظلم ازاي طول الوقت، أندية ومنتخبات. اللي بيحصل ده أنا بعتبره إن هو إيه؟ يعني افتراء وضغط على المغرب. أحيانا بنشوف ظلم عين عينك أمام الجميع في كل المباريات، سواء للوداد أو للرجاء أو للجيش الملكي. أندية المغرب دائما وأبدا بتتظلم في وجود السيد فوزي لقجع اللي انتوا طول الوقت بتقولوا عليه إن بيجيب حق المغرب وإن بياخد حق مش حقه. أنا شايف بإن زي ما الكاف عاقب جمهور الجيش الملكي، حقه تماما إن هو يعاقب جمهور الأهلي المصري. ديما مغرب، أشوفكم في فيديو جديد.